في مسلسل حبيبتي من تكون، أعطت ساي بنفسها تلميحا حول دخول الشخص الجديد من خلال كلامها مع فراط. شاهدوا الفيديو حتى النهاية حتى تتعرفوا على المزيد من التفاصيل ومعرفة ما هي الحقيقة. لجعل المسلسل الشهير حبيبتي من تكون الرقم الأول في القائمة TRP على منصة ستار بلس، يقوم صانع العرض بإجراء تغييرات جديدة كل يوم ويحبها بعض المعجبين. سيشهد المشاهدون قريبا تغييرا كبيرا في المسلسل الهندي لنيل بهات وعائشة سينغ في المسلسل، حيث ستحاول بهافاني توحيد ساي وفراط. وهناك تكهنات أيضا بأن شخصا جديدا قد يدخل حياة ساي. في آخر الأحداث للمسلسل حبيبتي من تكون، أشارت ساي إلى ذلك عندما كانت تتحدث إلى فراط حول وجود شخص ما. هذا الشيء جعل المشجعين ساي سعداء للغاية. في مسلسل حبيبتي من تكون، تطلب ساي الإذن من فراط لمقابلة فينو. أخبرت فراط: سآتي إلى منزل تشافان، لكنني سأغادر حالما يتحقق هدفي. في رأيي الشخصي، أعتقد أن صانع المسلسل سيتوجهن إلى اعتماد حيلة الغيرة، وذلك بجلب شخصية جديدة إلى حياة ساي، بحيث يمكن لفراط في لحظة غيرة أن يخبر ساي بحقيقة مشاعره ويعيدها إلى حياته. أخبروني في التعاليق ما رأيكم في أحداث مسلسل حبيبتي من تكون حاليا في الهند. أخبروني في التعاليق ما رأيكم في أحداث مسلسل حبيبتي من تكون حاليا في الهند. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.